مجموعة ثانية: الجزائر، تونس، السنغال، زيمبابوي. على الأقل ثلاثة منتخبات من أقوى ما يكون، الجزائر وتونس والسنغال وحتى زيمبابوي فريق غير سهل في الواقع. هو حقيقة يوسف، الناظر للمنتخبات المتأهلة لم يعد هنالك منتخب ضعيف، ولابد أن نتكلم أن تقدمت إفريقيا على مستوى هذه المنتخبات وتحسنت، وشاهدنا هذا معناها في المباريات التصفيات الكأس العالم. يعني الكل كان يرشح الجزائر في الفوز في المباراة، لكن الكاميرون ظهر بشكل جيد وكان قريب من الانتصار، بالرغم أنه على المستوى اسماء الإمكانيات أن الجزائر أفضل منتخب إفريقي في هذا الوقت بالذات على مستوى إمكانيات اللاعبين، لكن على مباراة كرة قدم كل شيء وارد، معناها قادر فريق أن يكون أقل إمكانيات وقادر أن يلعب مباراة جيدة. في هذه المجموعة الجزائر، تونس، السنغال، زيمبابوي، صحيح الأضعف هو زيمبابوي، السنغال كذلك عاد بقوة، هنالك لاعبين صغار السن ينشطوا في الدوري الفرنسي وفي بعض الدوريات الأوروبية عندهم إمكانيات، والسنغال في طور بناء منتخب قادر أن يعيد مجد السنغال الماضي. تونس كذلك، تونس المباراة الأولى في تصفيات كأس العالم ظهرنا بشكل جيد وانتصرنا في أول مباراة، نريد كذلك أن نعيد فرحة ما فقدناه الجيل اللي حقق كأس أفريقيا، وقادرين بهذا الجيل صحيح على منتخبات قوية لكن قادرين أن نظهر بشكل جيد. نعلم جيدا أن المنتخب الجزائري المنتخب الأقوى، نعلم جيدا أن جل لاعبيه يلعبوا في بطولات أوروبية قوية جدا، خاصة بذلك محرز إلى سليماني إلى فاغولي إلى عدة لاعبين، عندك بن طالب، عدة لاعبين كبار، لكن لابد أن نؤمن بحظوظنا، ونعلم جيدا أن هذه المباريات لا تقام في أوروبا وليس مباريات في ألمانيا أو في مباريات أوروبية، سنلعب في الجابون والطقس مغاير والوضع مغاير، وقادرين أن نضع بصمتنا في أي مباراة. طيب كذلك تونس المباراة الأولى في تصفيات كأس العالم ظهرنا بشكل جيد وانتصرنا في أول مباراة، نريد كذلك أن نعيد فرحة ما فقدناه الجيل اللي حقق كأس أفريقيا، وقادرين بهذا الجيل صحيح على منتخبات قوية لكن قادرين أن نظهر بشكل جيد. نعلم جيدا أن المنتخب الجزائري المنتخب الأقوى، نعلم جيدا أن جل لاعبيه يلعبوا في بطولات أوروبية قوية جدا، خاصة بذلك محرز إلى سليماني إلى فاغولي إلى عدة لاعبين، عندك بن طالب، عدة لاعبين كبار. مجموعة ثانية: الجزائر، تونس، السنغال، زيمبابوي. على الأقل ثلاثة منتخبات من أقوى ما يكون، الجزائر وتونس والسنغال وحتى زيمبابوي فريق غير سهل في الواقع. هو حقيقة يوسف، الناظر للمنتخبات المتأهلة لم يعد هنالك منتخب ضعيف، ولابد أن نتكلم أن تقدمت إفريقيا على مستوى هذه المنتخبات وتحسنت، وشاهدنا هذا معناها في المباريات التصفيات الكأس العالم. يعني الكل كان يرشح الجزائر في الفوز في المباراة، لكن لابد أن نؤمن بحظوظنا، ونعلم جيدا أن هذه المباريات لا تقام في أوروبا وليس مباريات في ألمانيا أو في مباريات أوروبية، سنلعب في الجابون والطقس مغاير والوضع مغاير، وقادرين أن نضع بصمتنا في أي مباراة. طيب
كان الكاميرون ظهر بشكل جيد وكان قريب من الانتصار، بالرغم أنه على المستوى اسماء الإمكانيات أن الجزائر أفضل منتخب إفريقي في هذا الوقت بالذات على مستوى إمكانيات اللاعبين، لكن على مباراة كرة قدم كل شيء وارد، معناها قادر فريق أن يقول أقل إمكانيات وقادر أن يلعب مباراة جيدة. في هذه المجموعة الجزائر، تونس، السنغال، زيمبابوي، صحيح الأضعف هو زيمبابوي، السنغال كذلك عاد بقوة، هنالك لاعبين صغار السن ينشطوا في الدوري الفرنسي وفي بعض الدوريات الأوروبية عندهم إمكانيات، والسنغال في طور بناء منتخب قادر أن يعيد مجد السنغال الماضي. تونس